معكم منديل لحم. من ما يحب اللحم؟ أين أنت ذاهب؟ وحياكم الله. اليوم بسوي معكم منديل لحم بالبرميل الكهربائي مثل ما تشوفون قدامكم. اللحم، هذا اللحم قطعة واحدة ظهر والباقي جنب. ومكوناته، المكونات الأساسية والعامة: البصل نقدر نستغني عنه عادي، مو مكون أساسي، وملح وفلفل أسود. الملح مهم، ما نقدر نستغني عنه. وزيت زيتون ورز والمرخ. نجيب بعدها القاعدة، وبعدها قبل ما نحط الرز نحط الرز أول شيء، ثم نحط اللحم عشان على طول. هذا أهم شيء ترك. قبل مرة المرخ. اتفضل يا ولية. شكرا. اللحم يحتاج الملح والفلفل الأسود. نضيف البصل وتكشين. لا نبدأ بالبهارات، رشة ملح، ونحط فلفل أسود. الفلفل يكون سهل لأنه تقدر تشوفه. ندهن زيت زيتون. هذا رز مزة مغسول، راح نحطه في قدر الكشنة. ونملح. لازم يكون المرخ لا يطلع وما يكون متحاش عشان نقدر نحط اللحم ونحطه جوا. نحط أمهم الكبيرة. حطينا الموية ونوزن الملح. نحرك الرز كويس عشان يذوب الملح. نحط الرز، بسم الله، ثقيل شوي، بسم الله. هذه دور اللحم. بللنا القماش ونسكر عليه. بيقعد 2.5 على حرارة 170. يلا نشوفكم شوي. بعد 2.5 نفك عليه. بسم الله ما شاء الله، المنظر منظر يشهي. بسم الله. وناظروا معي اللحظة الأخيرة كيف الشكل. شوفوا اللحمة كيف ما شاء الله تبارك الرحمن. والله طعم أوبا، المحسن من حسابه.